تخيلوا معايا نفيقوا غدا ونلقاو بلي روبينيت البترول والغاز تسد علينا بمره. واش حنا فعلا مستعدين لهذا السيناريو؟ هذا السؤال ماشي خيالي، هذه هي الحقيقه اللي خصنا نواجهوها. وحنا كنشوفوا الشرق الاوسط كيغلي، ومضيق هرمز وباب المندب ولاو مهددين بالاغلاق في كل لحظه. حنا بلاد كتستورد 90% من حاجياتها الطاقيه، يعني اي هزه في العالم كتوصلنا لقلب الدار. واش بصح عندنا مخزون استراتيجي اللي كيحمي السياده ديالنا، ولا حنا عاطين مفاتيح امنه لشركات خاصه؟ بزاف كيسحب اليوم بلي الدوله عندها خزانات عملاقه ديال المازوت وليسانس مخبياهم لوقت الشده. الحقيقه صادمه، المغرب ما عندوش مخزون استراتيجي عمومي واللي كتسيرو الدوله بشكل مباشر. اللي كاين هو مخزون قانوني ملزمين به الشركات الخاصه، وهاد الشركات بطبيعه الحال كتفكر بالمنطق التجاري والربح قبل كل شيء. هاد المخزون اللي كيهضروا عليه ديال بضعه اسابيع هو مجرد ارقام في الاوراق، والواقع كيقول باللي السياده الطاقيه ما كتعطاش للخواص، خاصها تكون في يد الدوله. فاش كنهضروا على الامن الطاقي ضروري نجبدوا لسمير هذا المصفات اللي ما كانتش غير معمل للتكرير، كانت هي الريه اللي كانت كيتنفس بها المغرب طاقيا. سمير كانت كتوفر على قدرات تخزينيه هائله، كتخلي الدوله عندها هامش ديال المناوره فاش كيطلع الثمن في العالم او لا كينقطع الامداد. اليوم مع توقف المحركات في المحمدية فقدنا هذا الدرع، والنتيجة ولينا رهائن لتقلبات السوق الدولية والسفن اللي جاية من بعيد. بلا مصفات وطنية وبلا مخزون سيادي مستقل. القانون المغربي كيفرض على الشركات توفر مخزون كيكفي ل 60 يوم، ولكن واش هاد الشركات فعلا محترمة هذا القانون؟ تقارير مجلس المنافسة واللجان البرلمانية شحال من مرة حطات صبعها على الخلل. الضعف هنا هو أن الدولة خدامة غير مراقب، في الحين أن الدول اللي كتحترم أمنها بحال فرنسا وأمريكان عندها احتياطات عمومية ديالها كتحكم فيها فوقاش بغات. غياب مخزون سيادي كيعني أن أي أزمة غتحول لضغط اجتماعي مباشر، غلاء الأسعار، الخوف واضطراب في وسائل النقل. الطاقة اليوم ماشي مجرد سلعة بحال المطيشة والبطاطا، الطاقة هي سلاح سيادي. المغرب دار مجهود كبير في الطاقة المتجددة وهذه نقطة كتحسب لنا، ولكن في المواد البترولية باقي عندنا ثقب أسود سميتو التخزين. خاص إعادة النظر في دور الدولة، تولي هي الضامن الفعلي، وتبنى استراتيجية وطنية لبناء خزانات سيادية بعيدة عن حسابات الشركات. السؤال اللي كيبقى مطروح وموجه لنا كاملين، واش كيبان لكم باللي استئناف تكرير البترول في المغرب هو الحل الوحيد باش نضمنوا الامن الطاقي ديالنا، ولا كاينين حلول اخرى؟ خليونا الاراء ديالكم في التعليقات.